السلام عليكم، ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي اتم صحة واحسن حال. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. فيديو جديد ان شاء الله. هنعمل مع بعض طريقة سهلة ولذيذة لأحلى كفتة ممكن تاكليها. بس قبل ما ادخل في الفيديو كده عايزة ارحب بالحلوين اللي دخلوا معايا على القناة جداد. اهلا بيكم، نورتوني وزدتوا ليا اخ واخت. يا رب دايما المحتوى يعجبكم وتكون الفيديوهات خفيفة على قلبكم. يلا بينا كده. اول حاجة نصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. تاني حاجة كده تعالوا نشوف المقادير بتاعتنا. هتعملي احلى كفتة وتضاعفي الكمية بمكون بسيط خالص. يلا بينا نشوف مقادير النهاردة. اول حاجة كده زي ما قلت لكم، آه هنعمل كفتة بيتي لذيذة وحلوة، وكمان هتضاعفي الكمية بتاعتها. معايا نص كيلو من اللحمة المفرومة، كمان معايا حباية كبيرة كده من البطاطس، يعني مثلا نقول مثلا ربع كيلو او ازيد، حاجة بسيطة. سلقتها كويس وهرستها بالشكل اللي انتوا شايفينه. وكمان معايا بصلاية بحجم حلو مناسب، يعني حجم مش كبير ومش صغير، حجم وسط. بشرتها بشر ناعم. كمان معايا البهارات بتاعتي عبارة عن ايه؟ عبارة عن فلفل اسود، وكمان بهارات مشكله اللي احنا عاملينها مع بعض في القناه. هسيب لك اللينك بتاعها، هيظهر معاكي في الاي فوق. لو مش موجوده او مش متوفره عندك ممكن تستخدمي عادي خالص السبع بهارات. وكمان معايا 3 معالق كبار من البقسماط الناعم. معايا بقدونس، وكمان معلقه صغيره من البيكنج باودر او الكيك شيف الموجود والمتاح عندك استخدميه. يلا تعالوا كده واحده واحده نشوف هنعمل ايه. بوله فاضيه هنضيف فيها نص كيلو من اللحمه المفرومه، وكمان هضيف عليها البهارات بتاعتي اللي هو معلقة صغيرة من الملح، معلقة صغيرة من الفلفل الأسود، وكمان معلقة من البهارات المشكلة. كمان معايا معلقة صغيرة من البيكنج باودر أو الكيك شيف. كمان معايا بصلاية مبشورة بشر ناعم وعصراها نص عصرة، يعني مش ناشفة قوي، فيها نوعا ما من المية بتاعتها، مية البصل يعني. كمان معايا بطاطساية حجمها كبير شوية، ربع كيلو مثلا، مسلوقة ومهروسة ناعم جدا زي ما انتوا شايفين كده. نزلت بالمكونات دي كلها كده مع بعضها وهقلبها بالشكل اللي انتوا شايفينه. هضيف كمان 3 معالق كبار من البقسماط الناعم، وكمان هضيف بقدونس شوية حلوين كده، برضو متقطعين تقطيع ناعم. هقلب بقى. هي دي بس مكونات الكفتة بتاعتي، مكوناتها سهلة وبسيطة خالص، مفيش أسهل من كده. كمان هنعملها بطريقتين. ممكن يعني خليكم معايا، تابعوا الفيديو وهتشوفوا ايه الطريقة اللي احنا هنعملها بيها، ايه الطريقتين اللي احنا هنعمل بيها. التقليب بالمعلقة خلاص كده دوره انتهى. تعالوا بقى بإيدينا، ومفيش أنضف ولا أحلى من إيدينا وإحنا شغالين في المطبخ. هبتدي إن أنا أعجن عجينة الكفتة بالشكل اللي انتوا شايفينها. عجينها عجين لغاية ما ايه يعني، لغاية ايه مثلا يا نورة تحسي ان عجينة الكفتة معاكي بقت تمام. لغاية ما العجينة لغاية ما عجينة الكفتة تتلم تماما من البولة، يعني ما تبقاش بتلزق او بتشبط او اي حاجة في البولة. في الوقت ده تعرفي ان هي اتعجنت معاكي تمام. بصوا قد ايه المكونات تداخلت في بعضها وبقت ما شاء الله اللهم بارك حلوة جدا. طبعا كميتها تضاعفت من البصلاية والبطاطساية، وكمان ال3 معالق بقسماط اللي احنا حطيناهم ضاعفوا الكمية. وكمان آه، كفتة ودوها في طعم، يعني في حتة تانية كده. بعد ما عجناها كويس وسبناها ارتاحت كده نص ساعة كده في التلاجة، هنبتدي بقى نجيب بولة فاضية كده فيها شوية زيت، وهنبتدي ان احنا نشكل الكفتة بالشكل اللي احنا عايزينه. ممكن عادي تعمليها زي البرجر كده مدورة، وممكن عادي تعمليها صوابع، واحنا في الفيديو ده هنعملها بالطريقتين. وكمان هنعملها يعني هندخلها في اكلتين هيبقوا حلوين ما شاء الله اللهم بارك، وكمان كمية ما شاء الله تكفي عيلة. بدأت ان انا كده باخد مسحة من الزيت على ايديا، يعني في صوابعي كده وعلى ايديا، وببتدي ان انا اشكلها آه، بالشكل اللي انتوا شايفينه. انا هنا هعمل جزء مدور وجزء تاني هنعملوه مع بعض صوابع، او صوابع كفتة. وهتشوفوا دلوقتي الطريقة هنعملها ازاي. بدأت ان انا اشكلها بالشكل اللي انتوا شايفينه. طعمها كان حلو ومميز، وكمان ما شاء الله تنفع معاكي تدخليها في التفريزات. تجهزيها زي ما انت شايفة كده على حسب ما انت عايزة، صوابع او مدورة، وتجهزيها في الاطباق تدخليها الفريزر وتطلعيها على الشغل على طول. هنا زي ما انتوا شايفين كفتة متماسكة مش بتتكسر ولا اي حاجة.
طاسة بقى على النار، وهضيف فيها شوية كده صغيرين من الزيت، حاجة بسيطة خالص من الزيت. واول ما يدفى معايا، مش هسيبه ان هو يسخن جامد، اول ما يدفى معايا هبتدي انزل بالكفتة زي ما انتوا شايفين كده بالظبط. تنفع بقى جنبيها مكرونة او رز زي ما احنا عملنا النهاردة. في تلك الحالتين فهي كانت حلوة جدا جدا جدا، جوسي من جوه كده وطرية، ومن بره كده واخدة طبقة كده كريسبي خفيفة كده، فكانت حلوة قوي. هنسيب بقى الجزء اللي بيتحمر على النار، وهنعمل كمان طبق كده برضو مدور. وتعالوا بقى نقلب، بصوا شكلها اللهم بارك، اخدت لون بسرعة جدا. طبعا احنا مهديين عليها النار عشان تستوي كويس قوي. ما اخدتش معايا على النار تقريبا 8 دقايق 9 دقايق، وهبتدي ان انا اخرجها بالشكل اللي انتوا شايفينه، وهضيف كمية تانية. هعمل نص الكمية اللي احنا عاملينها في عجينة الكفتة، هعمل نصها بالشكل اللي انتوا شايفينه، والنص التاني هنعمله في اكلة تانية برضو في نفس فيديو النهاردة. فهي بصراحة وصفة حلوة قوي، موفرة واقتصادية، وكمان تقدري ان انتي تعملي منها كذا فكرة وكذا طبق لكذا وجبة. تعالوا بقى خلاص هنسيب الجزء التاني بيتحمر، احنا تقريبا اخدنا نص الكمية او اقل كمان من نص الكمية حمرناه. تعالوا بقى نشوف باقي الكمية هنعمل بيها ايه. معايا حبايتين من البطاطس، معايا حباية من البصل، حبايتين ونص من الطماطم، وكمان كام حباية كده من الفلفل السبايسي والبارد. تعالوا بقى نعمل طاجن كده لذيذ وحلو، وفي نفس الوقت بنفس فكرة كفتة النهاردة. هبتدي كده اقطع الفلفل الحراق والبارد الاتنين مع بعض، وطبعا يعني الحراق مدي نكهة وطعم حلو قوي للوصفة دي. قطعت الفلفل، وكمان هقطع البصل. مش لازم اي تقطيعه تحبيها، يعني مش لازم تقطيعه تكون ناعم قوي، او تقطيعه مثلا جوليان عريض، لا التقطيعه اللي انت عايزاها. انا هنا قسمت البصله بالنص، وبدات ان انا اقطعها كده نص حلقات بالشكل اللي انتوا شايفينه. كمان هبتدي ان انا اقطع الطماطم كده مكعبات صغيره. وصفة لذيذة وحلوة، بتمنى تجربوها، وإن شاء الله بإذن الله تعجبكم. طبعا اللي أول مرة يشوف قناتي ما تنسونيش في الاشتراك في القناة، وتفعلوا زر الجرس على الكل عشان كل ما انزل فيديو جديد يوصلكم بيه إشعار. بحبكم في الله، ويا رب دايما كده معايا على طول وباستمرار. ده الجزء اللي احنا حمرناه. تعالوا بقى نعمل بباقي كمية الكفتة نعمل وصفة تانية في نفس برضو الفيديو. بدأت ان انا قطعت بطاطس بالشكل اللي انتوا شايفينه، وقطعنا مع بعض فلفل وطماطم وبصل. هبتدي بقى ان انا احط البطاطس كده في الصينية، وهبهرها بملح وفلفل اسود، رشة كده من الفلفل الاسود. وبعد كده هضيف عليها الفلفل، وكمان هضيف الطماطم والبصل كله على بعض كده. هقلب كل الكلام ده بالمعلقة كده كويس جدا مع بعض. احنا طبعا واحنا واقفين في المطبخ بنبتكر وبنعمل يعني بنشكل للولاد عشان نفتح نفسهم على الاكل. فكده كده احنا تبلنا كفتة، فهنستغل نعمل جزء مشوي او جزء على الطاسة، والجزء التاني هنعمله بالشكل اللي انتوا شايفينه. صبعت باقي كمية الكفتة على البطاطس بالشكل اللي انتوا شايفينه، واديتها كده رشة خفيفة من الزيت. هدخلها بقى على نار عالية في الفرن. هتاخد معايا تقريبا نص ساعة كده عشان البطاطس تستوي معايا، وكانت استوت وهوريكم دلوقتي شكلها ما شاء الله اللهم بارك. عملت جنبيها رز بشعرية. ممكن كمان تعملي جنب الوصفة دي رز أبيض في الفرن، رز مدسوس يعني أو معمر في الفرن، بيبقى حلو ولذيذ جدا. عملت رز بشعرية كده، وصينية البطاطس كانت استوت يعني دايبة دوبان. هوريكم دلوقتي قد ايه البطاطس كانت مستوية ومهرية تماما، وكمان الكفتة كانت مستوية خالص، يعني ما كنتش عارفة امسكها من كتر ما هي سخنة يعني. بصوا ما شاء الله اللهم بارك، وريحتها جايبة اخر الشارع. بتمنى فيديو النهارده يا رب يكون عجبكم، بتمنى وصفة النهارده تكون عجبتكم. جربوها وان شاء الله باذن الله هتعجبكم، تغيير وحاجة لذيذة وحلوة للولاد. اشوفكم دايما على خير في فيديوهات جديدة وفيديوهات متنوعة، وطبقوا الوصفات وان شاء الله باذن الله هتعجبكم.
بصوا قد ايه كانت مستوية ومهرية. اشوفكم دايما على خير ومع الف سلامة.